في الاحتياطي مش موجود طاهر ابو زيد لان الجهاز لقى انه متعور وما يقدرش يشترك في ماتش النهارده. هنقول لكم تيم الاسماعيلي لما تيجي فرصه. ومحمود صالح الكره الطويله عند شحته تسوقي وطارق خليل 15. محمود حسن نجم دفاع الاسماعيلي في الماتشات اللي فاتت الحقيقه. ماشي ايمن بنادي له الخطيب اللي بيلعب في خط وسط الاهلي النهارده 10 هو 10 وحمدي نوح هنا 10 اثنين نجوم كبار قوي. وخطيب بيشوط من بعيد بره. بيجيب طبعا عن الاسماعيلي انتوا عارفين الباك اليمين ابو طالب العيسوي. محسن لمحمود جابر ومحمود جابر كره تروح لمحمد حازم. محمد حازم بيفرد ويقدر يجيب جول جول الاول للنادي الاسماعيلي يجيبه محمد حازم هداف الدوري وهداف النادي الاسماعيلي. كره حلوه قوي قوي لعبها له محمود جابر طويله من لسه بقول لكم حسام حسن عمل فاول بدون لزوم او هاند بول جميلها جول للاسماعيلي. خد انذار واتلعبت الكره لمحمود جابر طويله لمحمد حازم ومحمد حازم جوه ال 18 ليه شأن طبعا. هداف الدوري محمد حازم الموسم اللي فات جايب 11 جول والموسم اللي قبليه جايب 9 اجوال. شحته تسوقي 12 جوه المنطقه وحمدي نوح زي ما بقول لكم. حمدي نوح انما بره لا بره قبل ما حسن. برافو علاء ميهوب برافو علاء ميهوب. علاء ميهوب 14 ويلعب كرة جوه المنطقة وعلي اغا وحسام. فرق الطول جامد. اسماعيلي مجتهد طلعها بره اوت لربيع ياسين. طارق خليل وماشي طارق خليل 15 طارق وبيلعب كرة حلوة جوه جول حسام حسن جوه جول حسام حسن يجيب جول التعادل للنادي الاهلي. كرة حلوة قوي طارق خليل فات ولعبها. وحسام حسن كان جايب 6 جوال في الدوري الموسم اللي فات وكان جاب جول في ماتش 3-0 بتاع هايلاندرز الاهلي كسبه واصغر لعيب في النادي الاهلي النهارده ومن الهدافين الصاعدين للنادي الاهلي. 1-1 طارق خليل 15 طارق وبيلعب كرة حلوة جوه جول الخطيب لحسام ومعاه محمود جابر وعماد سليمان وعلاء عبد الصادق وتاني محمود جابر والخطيب وبيشوط كرة من بعيد وعلي اغا كانت ممكن تعمل جول. علي اغا حظه كويس بعد الجول طبعا للاسماعيلي. لعبها طارق الصاوي المره دي وحمدي نوح واكرامي مدي بينالتي ادريس تراوري مدي بينالتي. الصفاره متاخره شويه انما بيقول زائق حمدي نوح ومدي بينالتي. طبعا مفيش فايده ما انا بقوله مهما تعترض. رايح له الخطيب ورايح له علاء وبيكلموه. الخطيب طبعا فاهم بيقول له خد خلاص البينالتي ادريس تراوري هي صفارته جت متاخره شويه الاوفر وحمدي نوح مشترك ومع علاء عبد الصادق. هو حمدي نوح وحمدي نوح كان جاب جول للاسماعيلي في عاصمه مكاف لما كسبوا هنا في الماتش الثاني 3-0 وانضم الاسماعيلي من المقاولين العرب 82 83. كان في نادي اسكو بدايه حياته لعب 73 74 دوري عام والمنتخب 78 واتنقل المقاولين موسم 78 وبعدين جه هنا الاسماعيلي موسم 82 83. بينالتي ده في اللحظات القاتله في الشوط الاول. 1-1 اهلي واسماعيلي. اسماعيلي تقدم بجول لمحمد حازم اتعادل حسام حسن وبينالتي. لعبها عماد سليمان واكرامي لعيبه النادي الاهلي. اديكم شفتوا الصوره بيدعوا طبعا مش عاوزين بينالتي يجي انما الاسماعيلي عاوز البينالتي يجي. يفرق كتير قوي الكره دي. اللي هينتهي اعتقد بعديها الشوط الاول طبعا يفرق. انتهي الماتش الشوط الاول 1-1 عن ما يكون 2-1 للاسماعيلي.
ماتشات اعصاب، الله يكون في عون اللعيبه. ماتش بطوله النهارده، كل النقاد بيرشحوا التيم اللي هيكسب النهارده انه يكسب البطوله ال 12. في حمام الانف بطل تونس وسجاره بطل توجو بيلعبوا الماتش الثاني، وحازم وعماد سليمان وبيحطها بره على يمين اكرامي راح شمال والكره بره. على فكره اول لعيب بيضيع بينالتي في العالم كله في كاس العالم كان اللاعب البرازيلي فالديمار دي بريتو، كان الماتش ده مع اسبانيا 34 في التحام بين لعيبه الاسماعيلي والاهلي بدون لزوم، وبيصفر ادريسا تراوري وبينهي الشوط الاول والنتيجه التعادل 1-1. كان حازم جاب جول الاسماعيلي ويتعادل حسام حسن للاهلي. سيداتي انساتي سادتي، وحتى نلتقي مع احداث الشوط الثاني في هذا اللقاء الهام المثير، لكم مني اطيب التمنيات. مجهود كبير جدا عشان الماتش يكمل وربنا يستر وفعلا نقضي يوم رياضي جميل، وزي ما بقول لكم الاستاد شكله يفرح والجمهور ملتزم، والنتيجه 1-1 والاهلي سنتر ورجعت لمجدي عبد الغني في بدايه الشوط الثاني. لعبها لايمن شوقي 16 ناحيه اليمين ومحسن عبد المسيح، فرقتين بيلعبوا 10 دلوقتي. علاء ميهوب 14 فات كويس، علاء فات كويس وبيلعبها ناحيه اليمين لايمن شوقي مش اوف سايد، وايمن ماشي وقرب وبيرقص وبيرجع وراه لعلاء ميهوب وبره. يا فرصه كبيره علاء ميهوب كان جاب جول في ماتش الاسماعيلي لما الاهلي كسب الاسماعيلي 4-3 الموسم. من كرة عاليه راحت لحازم، فاول زي ده تقريبا اهو. محمود حسن جوه المنطقه واكرامي وتعدي حمدي نوح واكرامي، انما مدي فاول لاكرامي. ادريسا تراوري ماشي من خطيب طارق وكسب ارض كويسه، طارق الصاوي وبيجري له حازم وبيلعبها لحازم من ورا محمود صالح، وحازم منفرد انما طولت. يا سلام، كرة حلوة طارق الصاوي. لعيبة تعمل مجهود مضاعف، بيلعبوا 10. حماده الرومي حمدي نوح وسط الملعب مكشوف لطارق الصاوي، وطارق الصاوي عماد سليمان وعماد لحمدي لعماد ومحمود صالح. كان هيجيب جول. كرة تاني اكرامي طالع ومحمود صالح متأخر وحمدي نوح وعماد سليمان بيزقها تمشي جنب القايم اليمين لاكرامي بسنتيمترات. يا فرصة علاء ميهوب، وادي كرة تانية حلوة. شايفين زكريا ناصر بيسخن، لسه هيبان لنا هيلعب مكان مين. ما حصلش تغيير في الفرقتين انما حصل طرد، خرج حسام حسن 40-80 بعد ما اتمرن مع تومسون. علاء ميهوب لمجدي، ومجدي كرة جامدة حلوة مجدي وحلوة علي سعد. اي حاجة لمحمود حسن. طارق الصاوي والكرة الطويلة لحازم، وشوبير، برافو يا شوبير، انما تقع وحازم يخطفها هايله، انما ما تعدي وتروح لعماد سليمان وكان الجول فاضي وتتلعب بالعرض ويطلع محمود صالح. هجمه خطر للاسماعيلي زي ما بقول لكم، طارق الصاوي ومحمد حازم النهارده. طارق خليل وياخد اوت الاسماعيلي. محسن عبد المسيح سوقي لمحمود، ومحمود حسن طالع وصل ناحيه الوينج اليمين. محمود صالح ماشي كويس محمود وبيلعب كره عرضيه وحمدي نوح وتخبط في علاء عبد الصادق. يا في منتهى الخطوره الكره اللي فاتت دي الاسماعيلي كمان. وايمن شوقي ومحسن عبد المسيح وياخد فاول. ايمن شوقي ياخد فاول. اهو جينا ادريسا تراوري يعني يقدر يشوف المساعد بتاعه شيخ عمر ضياء عشان التغيير الاسماعيلي. وتاني طارق الصاوي ويلعبها لفكر الصغير، لعبها سليمان وفاضي خالص عماد. يا عماد فرصة مش معقول جاية في وقت قاتل، وعماد سليمان هداف وما فيش اوف سايد وفاضي خالص، واقول على بعد 7-8 ياردات وصلح. طب عاوز ايه يا راجل؟
عماد سليمان ويحطها بره بره. وشحتة تسوي وناحية اليمين لمحمود جابر وشوبير. برافو يا شوبير. شوبير توصل لطارق خليل ناحية الشمال ومع اسماعيل توتو. اسماعيل توتو ياخد ويصفر فعلا إدريسة تراوري عشان ينهي اللقاء الثاني بين الإسماعيلي والأهلي واللي انتهى